حياكم الله أعزائي المشاهدين في تغطية هذا اليوم الذي طال انتظاره، وهو يوم افتتاح ملعب الناصرية الدولي، وذلك بحضور وسط جماهيري كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت محافظة ذي قار حفلا كبيرا بمناسبة افتتاح ملعب الناصرية الدولي، حيث يعد هذا الملعب عبارة عن تحفة معمارية في المحافظة. اليوم نتفاخر نحن كحكومة محلية بهكذا تحفة معمارية. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش هذا اليوم وفي هذه اللحظات التاريخية افتتاح ملعب الناصرية الدولي، والذي كان بعهدة صندوق الإعمار وبتمويل من المحافظة، والافتتاح الحقيقي بإقامة مباراة ما بين نجوم المنتخب ونجوم نادي الناصرية، بعد أن تم وضع حجر أساس ل6 مشاريع لهذا اليوم حقيقة من قبل السيد الأمين العام لمجلس الوزراء دكتور حميد الغزي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نثمن جهود جميع الخيرين الذين بذلوا جهودهم لإيجاد هذا الصرح الرياضي الكبير في مدينة الناصرية. نقول لهم شكرا جزيلا، وإن شاء الله لا يكون هذا الأخير، وإنما يكون البداية لانطلاق فعاليات جميلة ورائعة في مدينة الناصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. تشهد مدينة الناصرية اليوم افتتاح ملعب الناصرية الدولي بين فريقي رواد الناصرية وبغداد. مثل ما تشوفون اليوم تبين مدينة الناصرية بحلتها الجميلة، وكذلك هناك توجيهات من السيد محافظ الناصرية ومن كرم بتهيئة هذه الأجواء وتهيئة الملعب بالشكل الجميل اللي يليق بشباب وأهالي الناصرية. كذلك تشهد المدينة اليوم زيارة الأمين العام الأستاذ حميد الغزي، الذي قام بوضع حجر الأساس لعدة مشاريع مهمة وأساسية لهذه المدينة، من افتتاح شوارع وأماكن ترفيهية للمدينة، وكذلك قام بزيارة مطار الناصرية ومنطقة زقورة المهندس محمد عبد ليلو مدير بلدية الناصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. تقام هذا اليوم أمسية ومباراة رياضية رائعة في ملعب الناصرية الدولي بين نجوم منتخب العراق القدامى ومنتخب رواد محافظة ذي قار. الحقيقة تقام هذه المباراة بحضور معالي الأمين العام الدكتور حميد الغزي وسيد محافظ ذي قار. اليوم انت تفرح من تشوف هذا الصرح العظيم اللي يدخل من ضمن صروح العراق. أنا أعتبر هذا الملعب من أجمل ملاعب العراق حاليا، وهو ملعب الناصرية الدولي. يعني اليوم انت تفرح من تشوف هذا الملعب في هاي المدينة الرياضية، المدينة الفنية، العلماء والناس الطيبين بها. اليوم تفرح من تشوف الأخ دكتور حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء وصندوق اعمار الناصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله تم افتتاح ملعب الناصرية الدولي سعة 20,000 متفرج. إن شاء الله ستكون فاتحة خير على المحافظة وعلى الأندية. كما تعلمون لدينا أندية نادي الناصرية ونادي الغراف هم يعملون في الدوري الممتاز، نتأمل صعودهم للدوري النجوم، وتكون هذا الملعب جاهز لهم إن شاء الله، وبالتأكيد ستكون جميع المباريات جاهزة لهذا الملعب. الملعب هذا تم تأسيسه بال65، والآن بال2025 تم افتتاحه من جديد. شكرا لكل شخص عمل من أجل إنجاح هذا الكرنفال هذا الجميل بين رواد منتخب العراق جيل 2007 ورواد من منتخب المحافظة. شكر وتقديري لكل الإعلاميين الحاضرين. مهند السهلاني مدير شباب الرياض ذي قار. انتهت تغطية هذا اليوم الاستثنائي في محافظة ذي قار. كنت معكم في الإعداد والتقديم تقى السعدون. إلى اللقاء.